سلام زينات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. يوم جديد ونصيحة جديدة من الأخت لأختها. كل وحدة دخلت في القناة تاعي تشرفنا بالجام والاشتراك والبرتاج فضلا وليس أمرا. اليوم رايحين نتحدثوا عن موضوع مهم، واللي هو كيفاه تكوني امرأة قوية ذات قيمة في المجتمع، وكيفاه تتغلبي على الفشل. اولا حبيبتي، ما تعيشيش حياتك تستناي شكون يمدلك وصفة ناجحة ولا مليحة. هذه تبدأ من داخلك. كي تولي تحبي روحك وتقدري ذاتك وتوقريها، الناس غصب عليهم يحترموك. ركزي على تطوير ذاتك، كما القراية ولا قراءة الكتب ولا حتى فيديوهات تكون مفيدة في اليوتيوب. المهم عقلك يخدم كل يوم. المرأة القوية ماشي اللي تضرب الطاولة، لا لا، هي اللي تعرف وقتاش تسكت ووقتاش تهدر. ماشي كل موقف يحتاج إلى الرد، وماشي كل كلمة تستاهل الجواب. كي تكوني ناضجة تهدري وين لازم، وتسكتي في المواقف اللي لازم تسكتي. السكوت حبيبتي هو نوع من الفن. عيشي بكرامتك، ما تعيشيش تردي على كل واحد. الاستقلالية هي السلاح الأول لأي امرأة تحب تعيش مرفوعة الرأس. حوسي على خدمة حتى لو تكون بسيطة، حتى كما نقولوا تربحي حق صابونتك، راهو عنده قيمة. هكا واحد ما يقدر يطويك كي تكوني واقفة على رجليك. والمثل اللي يقول حبيبتي، اللي تخدم ما تمد يدها، واللي تمد يدها تتكسر. تعلمي مهارة، مثلا مكياج، طبخ، خياطة، تصميم، تجارة إلكترونية، أي حاجة تبنيك ماشي تستهلك دراهمك. شوفي الحاجة اللي تزيد فيك ماشي اللي تزيد تغرقك. كوني قوية لكن قلبك ماشي حجر. كوني حنونة طيبة بصح ما تذليش روحك. كوني بنت فاميليا بصح ما تخليش العاطفة تعميك وتخليك تطيحي في ناس ما يستهلوكش. ديري حبيبتي حدود مع كل الناس، مع العائلة، حتى مع رجال صحاباتك، حتى الخاوة. كي يعرفوا حدودك يحترموك. كوني شيك حبيبتي في تصرفاتك، هدرتك موزونة، المشية تاعك محترمة، الصوت تاعك خافت وين لازم، وعالي وين يفرض الموقف اللي راكي فيه. ما تغريهمش بشكلك، غريهم بشخصيتك. اللي داير قيمة ما يحتاجش يتعرى باش يبان. ديري ستيل يليق بيك، ماشي ستيل الموضة ولا باش تبهري غيرك. بهري نفسك وكوني مرتاحة. قولي لا لا بلا خوف. ماشي كل طلب يتقبل، لا لا حبيبتي، وماشي كل خدمة تقولي عليها حاضر. كوني مرة تعرف تقول لا لا بلا ما تحس بالذنب. اللي خاف يقول لا لا يعيش عمره فاضلة بين الناس. تعلمي تقولي لا لا للناس اللي تستغلك، لا لا للناس اللي تحبك كي تحتاجك فقط، ولا لا حتى للعلاقات السامة. المرأة القوية حبيبتي ماشي متكبرة وماشي متوحشة، هي مرأة فاهمة نفسها، عارفة قيمتها، وما تخلي حتى واحد يلعب بيها. ماشي غرور، بصح عارفي روحك تستاهلي خير. وبزاف بنات يبعثولي وحابين يبداو في مشروع حتى ولو يكون صغير، بصح خايفين يخسروا. شوفي يا أختي، تفكيرك في مشروع بحد ذاته حاجة كبيرة ومليحة. ويبين باللي راكي طموحة وحابة تبدلي الواقع تاعك. والخوف من الفشل راهو طبيعي، ويجي لكل وحدة تبغي تدير خطوة جديدة في حياتها. خليني نحكي لك حاجة، الخوف راهو عدو النجاح. ولو كان تبقاي تقولي نخاف نفشل، عمرك ما راح تبداي. بزاف ناس بداو من والو ونجحوا ووقفوا على رجليهم ورجعوا خير من الناس. النجاح حبيبتي كيما طفل صغير كي يتعلم يمشي، يطيح ويوقف، ماشي من أول طيحة يبطل يمشي. هكا كنتي كي تبداي في المشروع تاعك. ابداي في مشروع صغير، ما تروحيش تديري مشروع كبير. ابداي في حاجة بسيطة من دارك براس مال صغير. خطي مليح، شوفي السوق واش يحتاج، واش الناس اللي راهي ثاني تحتاج، واش تقدري تخدمي بيدك ولا بمهارتك. باسكو كاين فرق بين كي تخدمي بيدك ولا تخدمي بالمهارة تاعك. شوفي تجارب الناس، شوفي فيديوهات في اليوتيوب، حكايات ناس بداوا من الزيرو وراح يعطيك دفعة نفسية وإن شاء الله تكون إيجابية. قولي لنفسك حبيبتي، إذا فشلت ماشي نهاية العالم، تتعلمي وتعودي تنوضي على روحك. المهم ما تبقايش واقفة في بلاستيك. استشيري ناس تفهم، هضري مع ناس داروا مشاريع، خذي منهم نصائح وتفاداي الأخطاء اللي داروهم. مدلك حبيبتي نصيحة من قلبي، إذا تبقاي تخافي من الفشل،
عمرك ما راح تديري والو. جربي، وربي هو اللي يسهل لك أموراتك، راهو ربي هو اللي يرزق كل واحد في وقته. وخلي عندك نية ويقين باللي رايحة تنجحي. بهذو النصائح نكونوا كملنا الفيديو تاعنا لنهار اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا منه ولو بالقليل. ادعموا القناة بالجام والكومنتار والبرتاج. نتلاقاو في فيديوهات قادمة إن شاء الله. سلام.